بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض عصير حلو قوي كلنا بنحبه. هنعمل مع بعض عصير المانجا الاقتصادي. هنعمل الكميه الكبيره دي كلها بمانجتين صغيرين، مانجتين اتنين بس. هنعمل حوالي 2 لتر كبار من العصير، وكمان عصير تقيل زي طعم اللي انتي بتجيبيه من بره بالظبط. والله مش بهزر، يعني العصير اللي احنا بنجيبه في العلب كده وفي الازايز والحاجات الحلوه دي اللي كلنا اكيد برضو بنحبه، هو زيه ويمكن احلى كمان وكمان اتقل منه. وزي عصير الكافيهات، بجد حلو قوي. انا اول مره اجربه، فكان يعني الخطوات هنعملها مع بعض كده هتشوفوها. انا كنت مش عارفه بصراحه اعمله ازاي، يعني كنت واحده واحده كده. هنعمله مع بعض المهم دلوقتي، والنتيجه حلوه قوي قوي هترضيكي يعني. بصوا، هو مش عصير تقيل قوي ومش عصير خفيف قوي، بصوا حلو يعني متوسط، بس والله بجد طعمه حلو هيعجبكم قوي ان شاء الله. طبعا الجو الحر اللي احنا فيه ده محتاجين حاجات زي دي كده، تبقى مرطبه، لان الجو حر قوي بصراحه، فمحتاجين كميه عصاير كتير، وكمان السكر بتاعه مش كتير خالص. هتشوفوا مكوناته معايا دلوقتي جوه الفيديو ان شاء الله تعجبكم وتقوموا على طول تعملوا. والعصير ده كمان هنعمله بالمانجا المستويه، يعني لو عندك مانجتين كده مستويين مش هيتاكلوا، اعملي بقى بيهم العصير الحلو دوت. بصوا كميه قد ايه، كل ده زي ما قلت لك من مانجتين اتنين. انا شفت فيديوهات بقى بتقول هنعمله بمنجايه 2 لتر والكلام ده، بصراحه النتيجه يعني انا كنت ماشيه هتشوفوا معايا كده نص الفيديو، كنت شغاله على اساس ان هي منجايه واحده بس، النتيجه ما كانتش كويسه. فانا بقول لك بقى من دلوقتي ما تعمليش حسابك على منجايه، هم منجتين صغيرين كده، او منجايه بقى كبيره يعني تبقى حاجه كبيره بقى كويسه يعني، عشان نطلع بنتيجه كويسه كده زي ما انتم شايفين معايا. حلو قوي ان شاء الله هيعجبك وهيعجب ولادك، ولو جاي لك ضيوف كده، احنا عارفين الدنيا بقت صعبه، فجهزي بقى العصير كده من قبل ما يجوا بشويه وحطيه في التلاجة مع كمان التلج كده، هيعجبهم قوي برضو. يا ريت لو اول مره بتشوفيني، يا ريت لو ما اشتركتيش عندي في القناه يا ريت تشتركي. لو عجبك الفيديو ان شاء الله هيعجبك تحطي لي اللايك عشان نرفع الفيديو. بصوا شكله حلو ازاي، بجد القوام بتاعه مش تقيل ومش خفيف، يعني مش خفيف قوي مش تقيل قوي، يعني هو متوسط والله بجد حلو قوي. تمام حلو كده، يلا بينا بقى كده ندخل على الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل الكمية العصير الكبيرة دي كلها ازاي. بصوا دول منجتين صغيرين كده كانوا مستويين عندي في التلاجة، مش هيتاكلوا بجد يعني، فهنحطهم زي ما هما كده. المهم نغسلهم كويس قوي وزي ما هما بالقشر بكل حاجة كده، هنشيل بس منهم البذرة ونحطهم في الخلاط، وهنشوف كمية المية اللي هنحطها وكمية السكر، كل حاجة هنشوفها مع بعض واحدة واحدة. العصير ده يفضل ان انت تشتغلي بالمانجا الصفرا اللي هي المانجا السكري، بلاش المانجا الخضراء لان اللون ما بيبقاش حلو قوي. انا قطعت واحده زي ما قلت لكم، انا كنت هشتغل بواحده بس، قطعت واحده وحطيت عليها حوالي لتر ونص ميه، لان الخلاط ما خدش معايا اكتر من كده. طبعا العصير هتلاقيه بقى زي الميه خالص، ما تقلقيش يعني، احنا هنعدل الموضوع ده دلوقتي على طول. بس المهم ان احنا نضرب المانجا بتاعتنا كويس قوي في الخلاط. تمام، وبعدين بقى هنعمل ايه، هنصفي بقى المانجا عشان طبعا احنا عصرينها بالقشر بتاعها. سهلة كده على طول تعمليها وحطيها في التلاجة. هتبقى دايما عندك العصير ده، هيبقى دايما عندك مش هتبطليه بعد كده، طول ما في مانجا هتفضل عندك، يعني الطريقة دي هتفضلي على طول تعمليها. المهم ان احنا بنصفي بقى العصير بتاعنا كده كويس، ومش هنحط بقى هنا ولا جزر ولا بيحطوا بطاطا وبيحطوا قرع عسل، مش هنعمل اي حاجة من دي عشان نغيرش الطعم بتاع المانجا. كل الحاجات دي مغذية وحلوة وكل حاجة، بس هتبعد بينا شوية عن ان انت بتشربي عصير مانجا. خلاص هنصفي بقى كويس قوي كده من القشر بتاع المانجا. خلصنا. بصوا مالينا بقى الكميه دي كلها زي ما انتوا شفتوا بايه، بمنجايه واحده. عايزه تكملي كده مفيش مشاكل، بس انا حاسه ان انا يعني لما زودت المنجايه اللي انتوا هتشوفوها معايا، حاسه ان الطعم بقى احلى كمان. حطيت كوبايه واحده بس كده من السكر، وهحط عليها معلقتين كبار من النشا. تمام، وهنرجع نشغل عليهم الخلاط تاني. احنا حطينا لتر ونص بس من الميه، هنعمل ايه بقى دلوقتي، هناخد بقى بقيه النص لتر اللي احنا كنا شايلينه على جنب، وهنشغل عليهم الخلاط تاني. تمام.
هنحاول بقى ايه احنا بنعمل كده، انا يعني كده عايزه اقول لك بقلبهم على بعض. تمام. بعدين بقى زي ما انتوا شايفين انا بعمل كده عشان السكر بس يبقى موجود هنا وهنا. بعدين هنجيب حله ونحط العصير بتاعنا كده. شايفين خفيف ازاي؟ بس لونه حلو على فكره، مش وحش. حطيتهم بقى على النار، احنا حطينا زي ما انتوا شفتوا السكر ومعاهم معلقتين نشا. عايزه تستكفي بكده براحتك خالص، بس انا كنت حاسه ان هو خفيف، يعني هو كان المفروض يقعد على النار اكتر، بس انا حبيت ان انا ازود كده. بس هو كده زي الفل برضه، لو عايزه تشتغلي بمنجايه واحده على الاتنين لتر اللي هيعملوا لك العصير هيبقى حلو، طعمه حلو قوي برضه والله. بس انا حبيت بقى ازود شويه. هعمل ايه؟ جبت المنجايه بتاعتي التانية اللي كانت معايا، هما منجتين صغيرين يعني مش كبار. وبعدين هديهم عصره كده في الخلاط من غير ميه ومن غير اي حاجه. ممكن تاخدي من العصير اللي انت عاملاه اللي على النار براحتك خالص يعني. انا عصرتها كده من غير اي حاجه خالص، من غير سكر ولا ميه، وهصفيها. خلاص. بعد كده هعمل ايه بقى؟ بصوا كده المانجا بتاعتنا ابتدت تتقل شويه، هنزل بقى عليها بالمانجايه اللي احنا عصرناها. سبتها على النار بقى، ابتدت تغلي كده زي ما انتم شايفين، لونها ابتدى يتغير، وهو العصير كمان ابتدى يعني يتقل معايا شويه. خلاص. حطيت ايه هنا بقى؟ انا حطيت معلقه نشا واحده، حطيت عليها يعني حوالي معلقه ولا معلقتين ميه، وحطيتها على العصير بتاعنا قبل ما نطفي عليه كده مثلا بدقيقه او دقيقتين كمان، وسبته يغلي كمان شويه. وبعد كده فضيته بقى في الحاجات اللي انت هتشيلي فيها العصير بتاعك، ودخلته التلاجة. وده كان القوام بتاعه. كمان هو هنا ما كانش ساقع قوي يعني لسه، عشان كده بقى حطيت له تلج. يعني كان عادي، بس الجو الحر بتاعنا ده بجد عايز حاجات ساقعه كده دايما على طول، فاضطريت بقى ان انا احط تلج. والله العظيم حلو قوي، احلى من اللي انت بتجيبيه في العلب من بره بتاع الشركات او بتشربيه في الكافيهات، والله احلى منه كتير خالص كمان. والكميه دي كلها زي ما انتوا شفتوا معايا. عايز تعمليها بمنجايه واحده تمام، عايز تعمليها بمنجتين زي ما انا عملت، اللي يعجبك خالص. انتوا شفتوا انا عصرت المانجايه، شفتوا لو خدتوا بالكم هم طالعين ولا حاجه خالص، فمهما هتحطي عليها ميه او سكر برضو هتبقى خفيفه ومش هتبقى حلوه، لان المانجا بتاعتي كانت صغيره مش كبيره. عملنا بقى الكميه الحلوه دي من منجتين صغيرين، كانوا اصلا يعني بتوع عصير، يعني مش هينفع يتاكلوا خالص. اتمنى الفيديو النهارده بقى يكون عجبكم وتنفذوا الفكره، والله العظيم هتعجبكم قوي قوي ان شاء الله، وهتدعوا لي، لان الوصفه حلوه. وكمان زي ما انتوا شفتوا الكميه كده، كل ما تشربوا السوائل دي حلوه قوي عشان الحر. بس كده، شكرا ليكم.